السؤال على المغرب وعلى الدور ديالو في منظمه الانتربول على المستوى العالمي وعلى مستوى افريقيا. والدور ديالو هو دور محوري، هو واحد الحليف اللي هو استراتيجي وموثوق به نظرا للكفاءه والخبره ديال جميع الاطر ديالو، لا في مجال انفاذ القانون ولا في المجال الاستخبار. بالنسبه للتعاون الثنائي المغربي الاماراتي هو تعاون ممتاز في مستوى عالي، سواء بين اجهزه انفاذ القانون او بين المصالح والمؤسسات الامنيه بصفه عامه. بالنسبه تكلمت على الجرائم السيبرانيه، المغرب جد متطور، عندنا مهندسين ديال الدوله اللي تم التكوين ديالهم بدايه التسعينات، مهندسين ديال الدوله وفيهم مهندسين ديال التطبيقيين وفيهم تقنيين ممتازين واللي تعطات لهم الصفه الضبطيه وداروا تداريب في المعهد الملكي للشرطه ومتخرجين هما امنيين عمداء وضباط ديال الشرطه، ومنهم خبراء الان على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي. وكفكره نائبه الرئيس على المستوى الدولي ديال المجموعات ديال الخبراء ديال الجرائم السيبرانيه هي معنا في المديريه ديال الشرطه القضائيه السيده عميد اقليم. وكذلك الخبيره اللي عندنا على المستوى الدولي رئيسه المجموعات اللي في الشرطه العلميه والتقنيه في التخصص ديال الاديان ديال الى اخره، هي كذلك مغربيه وعميده اقليميه وهي رئيسه المختبر الوطني. عندنا خبراء في المجال ديال المحاربه ديال الجرائم السيبرانيه وهما اللي كيتولاو كذلك التكوين ديال الاطر في مجموعه من الدول الافريقيه والعربيه وعلى المستوى العالمي كذلك. اذا نعتزوا بالسيدات اللي عندنا، نساء ورجال اطر في جميع المجالات. انا حطيت السؤال على الجرائم السيبرانيه. الجرائم السيبرانيه عندنا على المستوى الوطني 40 فرقه جهويه متخصصه في محاربه الجرائم السيبرانيه. عندنا مكتب وطني بالفرقه الوطنيه اللي عنده اختصاص وطني محاربه الجرائم السيبرانيه. عندنا مصلحه مركزيه التي تقوم بتتبع ومراقبه هذه الفرق الجهويه والفرق التابعه للفرقه الوطنيه. بالنسبه علاش الدور ديال المغرب كعضو في المنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه هو دور محوري؟ لانه كاين الثقه، كاين المصداقيه، كاين الكفاءه، كاين المهنيه وكاين السريه. وهذا الاعتراف الدولي بالمستوى العالي للاطر المغربيه سواء في مجال انفاذ القانون او في مجال الاستخبار لم ياتي عبثا. وكذلك الاختيار ديال المغرب باش يحتضن الجمعيه العامه للمنظمه الدوليه للشرطه الجنائيه في النسخه ديالها 93 راه كان لاول مره ما كانش بالتصويت. فاش درنا الملف ديالنا ما كانش بالتصويت، كان بار اكلاماسيون، يعني الجميع الصفق ما صوتوش. يعني 196 دوله نورمالمون خص يكون لو فوت. حنا في الوقيته اللي طلبوا من الناس باش تصوت كان اجماع على المغرب كله. علاش؟ اولا الثقه اللي كاينه في هذا البلد لانه موثوق به، البلد ديال المؤسسات ومملكه عريقه بالمؤسسات ديالها واللي عرفت واحد التطور كبير في ديال سيدنا الله ينصر صاحب الجلاله على جميع المستويات، اضافه الى انه بلد ديال السلم والسلام وبلد ديال التعايش وبلد ديال الامان.